السلام عليكم، معكم حنان. مرحبا بكم في حصه جديده. كيف كتلاحظوا معايا الفيديو ديالنا ديال اليوم ما غاديش يكون على البريوات وما غاديش يكون على البستيله، ولكن غادي يكون على المكون الرئيسي اللي كنصايبوه بهم اللي هو الورقه. فاليوم غنصايب معكم الورقه بطريقه اخرى ما غنستعملوا فيها لا شيتا ولا المقله، غنصايبوها بطريقه اخرى، يعني طريقه التريد. غير طريقه التريد، يعني غنطيبوا بطريقه اخرى ماشي بحال التريد ديال زمان. المهم بلا ما نطول عليكم نمر مباشره للمقادير والطريقه في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، الدقيق الممتاز يعني الفورس. غادي نضيفوا ليه 2 ديال المعالق كبار ديال النشا اولا ديال المايزينا، نشا الذره، وغادي نضيفوا القليل من الملح وغنجمعوه بالماء. الماء من بعد غنعطيكم الكميه بالضبط اللي دخلت ليا في هاد 250 غرام. المهم ما تجريوهش بزاف وفي نفس الوقت ما يبقاش قاصح بزاف. صافي من بعد ما كنعجنوه مزيان، يعني خاصو ضروري يتعرك مزيان، خصنا ندلكوه مزيان. من بعد كنضيفوا ليه معلقه كبيره ديالاش معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. من بعد ما كنضيفوا ديك معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه كنعاودوا نعجنوه مزيان باش كتدخلوا مزيان هذيك الزيت. ومن بعد كنشكلوا كريات. كريات الحجم ديالهم ما خصوش يكون كيتجاوز 50 غرام في الحبه، الا عندكم يعني ورقه كبيره بزاف. فبالنسبه لي انا 50 غرام ما فتهاش، 51 كاع 52 ما كنفوتهاش الغرام في الحبه باش كتجينا الورقه رقيقه بزاف. صافي من بعد ما كورتو كيف كتلاحظوا معايا انا وضعته في شويه ديال الزبده، يعني كريات كنوضعهم في شويه ديال الزبده وكنهز عاوتاني شويه ديال الزبده وكنوضعها فوق منهم. كتخليوه، خاص ضروري نخليوه واحد ربع ساعه تقريبا غير باش كيرتاح عندنا العجين وكيصبح جاهز باش اننا نطلقوه. من بعد كنمروا للورق ديال الطهي. بالنسبه للورق ديال الطهي كنحاولوا نشكلوه على شكل مثلث وكنقطعوا، يعني غير باش كيجينا بشكل دائر كيجينا مقاد. غير ملي تبغيو تطويوه ردوا معايا البال بزاف، انتبهوا معايا لهادي. ملي تبغيو تطويو داك الورق ديال الطهي باش تحاولوا تقطعوه بشكل دائري، حاولوا ما توطاوش بزاف على هذوك دوك الطيات ما بغيناهمش يبانوا لنا بزاف في الورقه. علاش؟ لان من بعد ملي غتبداو تطلقوا العجينه ديالكم هذوك الطيات الا كانوا وطيتوا عليهم بزاف بيديكم فهما اللي غادي يقطعوا لكم الورقه وما غاديش يخليوها تجيكم بشكل جيد. فانتبهوا معايا مزيان، يعني حاولوا ما توطاوش بزاف على هذوك الطيات ديال الورقه. صافي من بعد كيف كتلاحظوا معايا كناخذ الورقه، خاصنا يكونوا عندنا 2 ديال الورقات، كنديروا وحده من التحت وكنديروا وحده من الفوق والعجينه كنجيبوها في الوسط. اذا كناخذوا الورقه كندهنوها بالقليل من الزيت، كنوضعوا العجينه ديالنا وكنحاولوا نبداو نطلقوها غير بشويه باليدين ديالنا، شويه بشويه بالاستعانه بالزيت والزبده في نفس الوقت. من بعد ما كتطلقوها مزيان كتكملوا ليها بالورقه الاخرى، يعني ما يمكنش نطلقوها غير بيدينا بوحدها لانها اكيد غادي تقطع لكم، ضروري غادي تقطع. فمن بعد كنديروا ورقه اخرى فوق منها، يعني غتلقوها بيديكم حتى لدرجه ديال انه صافي هذا هو قياسها، ما يمكنليش نزيد. الا زدت فوق هذا الشيء غادي نقطع الورقه. فهذيك اللحظه غتوضعوا ورقه اخرى فوق منها، يعني ورق الطهي ورقه اخرى توضعوها فوق منها وتحاولوا تطلقوها غير باليدين ديالكم شويه بشويه شويه بشويه حتى تبان لكم الورقه بلي راها رقاقت. صافي ما بقى عندنا فين نزيدوا نطلقوها. وريتكم كذلك طريقه اخرى ممكن تستعملوها ديال الدلاك، يعني ممكن تطلقوها بالدلاك حتى هي. صافي كيف كتلاحظوا معايا الورقه راها رقيقه عندنا مزيان. اذا من بعد كنهزوا العجين اللي عندنا بهذوك الورقتين بجوج، يعني كيكون عندنا العجين وسط ورقتين، كنهزوه وكنوضعوه في المقله. المقله كنبداو نطيبوه بالجناب بالجناب، يعني ما توضعوش الورقه في الوسط وتخليوها يعني وتنساوها، لا غتوضعوها في الوسط واحد 3 4 ديال الثواني. من بعد غدوروها للجنب الاخر 3 4 ديال الثواني، تدوروها للجنب الاخر، يعني حتى كتشدها كتشوفوا الورقه بدا كيتغير اللون ديالها، ما كتبقاش بيضاء. من بعد كتقلبوها وكتعاودوا دوزوها عاوتاني من الجهه الاخرى، يعني غنطيبوها من جوج جوايح. صافي كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما طابت الورقه هي حيدتها. كيف كتلاحظوا معايا كتجي رقيقه، كتجي غزاله. غير ملي تبغيو تحيدوها ردوا البال، حيدوا غير هذوك الجوانب هما الاولين بالسياسه غير بشويه حتى يتحيدوا لكم. ومن بعد جروا الورق ديالكم ما غاديش تلصق ان شاء الله باذن الله. الا وضعتوا كميه كبيره من الزيت اكيد ما غاديش تلصق. صافي كيف كتلاحظوا معايا كنعاود نفس الطريقه، انا عاودت معكم الطريقه 2 المرات حتى ل3 باش تشوفوها معايا مزيان في الفيديو. من بعد هنايا كنت خدمت كميه كبيره فاش كنت وضعاهم في المنديل الازرق، كنت خدمت كميه صغيره درت بها البريوات. انا غتشوفوهم معايا من بعد في اخر الفيديو.
هنا اللي كتشوفوا معايا بعض النقط السوداء عندي فوق الورقه. السبب ديالهم راجع لانني كنت خدمت بالمقله، يعني كنت استعملت المقله فاش طيبت الحرشه ونسيت ما مسحتهاش قبل ما نبدا نوضع الورقه ديالي الطيب. فردوا البال وتاكدوا بان المقله ديالكم نقيه، يعني ما فيها حتى شي بقايا ديال حرشه ديال اي حاجه المهم فات فيها. نقيوها مزيان عاد بداو طيبوا فيها من الاحسن، لان اي حبه صغيره ديال السميد او لا ديال اي حاجه ممكن تتقبل لنا الورقه، لان الورقه عندنا حساسه بزاف بزاف. هانتوما الورقه اللي كنا حضرنا نقطه هنا عندنا شحال ديال كنقلبها درجه كنعاود نحيد ثاني كيهمناش الجدار حتى تقطع لكم الجدار مكيهمناش، كيهمني بس متقطعش فيه. هانتوما والمره الاخرى فاش وضعتهم في كيس بلاستيكي، فاش وضعت الورقات في الكيس ديال الغذائي اولا في البلاستيك الغذائي، تما كنت خدمت كميه كبيره شويه لانني كنت خدمت بهم وصفه ديال البسطيله بالحوت. فتخيلوا معايا انني عملت بهذه الورقه هذه عملت بها بسطيله الحوت وما تقطعتش. فان شاء الله باذن الله نتوما بريوسكم غادي تجربوها، وانا اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. غير هي حاجه وحده اللي غنقول لكم غتخدموا بها في نهارها، يعني غنطيبوها بحال نطيبوها في الصباح ونخدموا بها في العشيه. يعني الا بات الورقه ممكن تخدموا بها، ولكن ممكن تخدموا بها شي حاجه بحال البريوات هكذا بحال، يعني ما يمكنش نخدموا بها بسطيله، لان بسطيله كتبغي الورقات تكون رطبه شي شويه، ما تكونش قاصحه بزاف. فمن الاحسن خدموا بها في نهارها. كيف كتلاحظوا معايا من بعد هاهي الورقه امامي جات زوينه بزاف، جات رقيقه بزاف. صدقوني يعني حتى في الماكله ديالها رقيقه لواحد الدرجه زوينه. يعني بالنسبه للمملحات هذه احسن. اكيد الا ما كنتوش غديروا كميه كبيره، الا كنتو غديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها في المجمد اكيد ممكن تحتفظوا بها في المجمد، غير الا كنا غادي نحتاجوا الكميه كبيره من الورقه فما غاديش نبقاو طلق بزاف. غير وكان الا بحال دابا كانت عندكم هكذا شي عراضه وبغيتوا واحد الكميه ديال الورقات ديروا بها هذه ولا هذه، ماشي اشكال، تقدروا تحضروها وتخدموا بها، ماشي اشكال. صدقوني كتجي زوينه بزاف، وممكن تحتفظوا بها حتى هي في المجمد. يعني من بعد ما تشكلوا بريوات ديالكم ممكن انكم توضعوها في المجمد، كتجبدوها كدهنوها بزويته ولا بزبيده وكترميوها بالفران. اكيد الفرن خصو يكون سخون. بعض المرات كنقليها حتى هي كتجي زوينه في القلي. انا غتشوفوا معايا التصاور ديال البريوات في القلي جاو حتى هما محمرين، جاو زوينين بزاف. هنايا كيف كتلاحظوا معايا انا الورقه يعني عملت بها البريوات، عمرتهم بالكفته ديال الداند والشعريه الصينيه والجزر والزيتون، الحشوه المعتاده اللي عزيزه عليا بزاف وسهله بسيطه في ساعه كتحضر. فكيف كتلاحظوا معايا ما تقطعات ما حتى شي حاجه ورقيقه. يعني شوفوا معايا الجزر كيبان من ديك الورقه لانها شفافه بزاف، فالجزر والربيع كلشي كيبان تما. كيف كتلاحظوا معايا من بعد انا صايبت بها البسطيله ديال الحوت. كيف كتلاحظوا معايا جات زوينه بزاف. المهم نتمنى الوصفه ديالنا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبتكم هاد لاستيوس او هاد الطريقه هذه ديروا جيم لا فيديو وشاركوها مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما توصل لهم هاد الفكره. ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرين. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.